هذه هي الدموع التي تذرف الآن من الكثير من الجماهير المغربية. يجب أن تستبدل بابتسامات فرح برأس مرفوعة بعد أن قدم هذا المنتخب أداء بطوليا استحق من خلاله أن يصل إلى مباراة نصف النهائي، أن يكون أول منتخب إفريقي يصل إلى هذا الدور. حكيمي ومبابي في حديث ما بعد المعركة، في حديث بعد أن شاهدنا مباراة داخل مباراة بين هذين الاثنين، بين الصديقين، بين زميلين بفريق باريس سان جيرمان. كانت مواجهة خاصة بينهما انتهت بفوز مبابي الذي لم يسجل في هذه المباراة، لكن كيليان مبابي كان سببا رئيسيا في فوز المنتخب الفرنسي ووصوله للمباراة النهائية المرة الثانية على التوالي في إنجاز فريد في السنوات القليلة الماضية، حيث اعتدنا على خروج مبكر لحامل اللقب، على عكس ما يحدث الآن مع مبابي مع منتخب فرنسا مع ديديه ديشان الذي يعادل رقم سكولاري في الفوز في 14 مباراة في كأس عالم، في إنجاز كبير على المستوى الشخصي. مدرب المنتخب الفرنسي الذي يشترك الآن في هذا الحديث المبتسم مع مبابي نجم المنتخب الفرنسي، وأيضا مع حكيمي الذي قدم بطولة كبيرة، ونعرف جميعا أنه تحامل على نفسه من إصابة كبيرة كان قد تعرض لها خلال هذه البطولة. النتيجة النهائية هي تأهل